السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة المكرونة بالبشاميل. أنا طبعا عاملاها قبل كده على القناة، وقلت هعملها النهاردة كمان. بصوا طبعا، دي لحمة نص كيلو معصجة مفرومة. طريقة طبعا التعصيج بتاعها أنا منزلها على القناة. برضو لو حابين تعرفوه، عايزة 4 بصلات يكونوا وسط طبعا. هعملهم في الكبة او اقطعهم قطع صغيرة، وبعد كده هنزل بيهم واحط عليهم اللحمة، واحط طبعا توابل فلفل، ال7 بهارات، ملح حسب الرغبة زي ما انتوا عايزين. بس كده طبعا نحط معلقتين سمنة او 4 معالق زيت بس لغاية ما تتعصج، بس يعني هتاخد حوالي ربع ساعة. وبرده عايز طبعا الفيديو بالتفاصيل على القناة. ودي طبعا حوالي كيس مكرونة، اللي هو كيلو. بشيل منه حوالي يعني يعني نص مج كده بس. زي ما انتم شايفين كده سلقاها بس، وحاطه فيها ملح، سلقاها مدة 10 دقايق بس. طبعا محتاجة بيضة بس طبعا، وطبعا هنحط عليها ملح وفلفل، وطبعا زيتون هنحطه طبعا ايه جوه المكرونه بالبشاميل. طبعا لو عايزه بشاميل، طبعا انا طبعا منزله طبعا برضو البشاميل على القناه، هوريهولكوا برضو لسه عاملاه كده. ده لسه عاملاه البشاميل ده، بصوا ما فيهوش تكتلات ولا اي حاجه. طبعا مقادير البشاميل برضو عايزه اقول لكم ان بيبقى طبعا مقدار الدقيق قد مقدار السمنه او الزيت. يعني انا دوت حاطه 8 معالق دقيق، و8 معالق سمنه. اللي حابب زيت ذرة براحته برضو 8 معالق برضو. معيار الدقيق زي معيار الزيت او السمنة بس. وحاطة توابل طبعا فلفل وملح، وبرضو بشرة جوز الطب. يعني بصي، يعني حوالي كده بشرة بسيطة جدا يعني مش قوي بس. وطبعا حابين تحطوا توابل براحتكم، التوابل اللي انتوا حابينها يعني. ومكعب مرقة دجاج بس. وبعد كده لتر لبن بس طلع كده زي ما انتم شايفين. هنحمر طبعا الدقيق، وبعد كده في السمنه، وننزل باللبن بس، ونسيبه 5 دقايق زي ما احنا شايفين كده. بيطلع تحفه وكريمي زي ما انتم شايفين. وبرده الفيديو بتاع البشاميل برضو على القناه لو عايزينه بالتفاصيل بالظبط. يعني انا حبيت اعمل كل حاجه اللي انا عاملاها قبل كده على القناه، يبقى الفيديو اسهله عليكم يبقى سريع يعني. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، انا جبت طبعا الصينيه اللي انا هعمل فيها، ودهنتها بالسمنه زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنزل بالمكرونه كده زي ما احنا شايفين. طبعا هنعمل طبقه كده، عايزه اقول لكم، وهحط عليها او تقلبوا المكرونه لو براحتكم في معلقتين كده بشاميل، او انا بحط عليها برضو معلقتين. دلوقتي هوريكم ازاي. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت رقم المكرونه، وهنزل عليها بمعلقتين. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بصوا بسويها كده. ده اول طبعا معلقه بشاميل، هحط معلقه تانية كده. تاني معلقه برضو هفردها كده عشان البشاميل يبقى ايه متماسك كده في المكرونه، يعني تطلع المكرونه متماسكه يعني. بس كده. وهنزل باللحمه كده زي ما احنا شايفين. بصوا بسم الله، هننزل باللحمه كده زي ما احنا شايفين. انزلت باللحمه على المكرونه والبشاميل، معلقتين البشاميل. وهنفردها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نحط بقى بسم الله الزيتون كده، نرصه كده بسم الله. كده زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده انا طبعا وزعت زي ما احنا شايفين الزيتون. دلوقتي بقى هنزل برق مكرونه تاني زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. هننزل برضو تاني بطبقه كده من المكرونه بسم الله.
كده زي ما احنا شايفين. طبعا نرص المكرونه كده عشان تطلع، طبعا لما نقطعها تبقى شكلها تحفه كده ومتساويه. دلوقتي بقى هنجيب البشاميل طبعا ننزله على المكرونه، نعمل طبقه بشاميل على المكرونه من فوق. تعالوا كده بسم الله بقى مع بعض نوزع البشاميل. تعالوا مع بعض بقى بسم الله كده نوزع البشاميل. طبعا نسيب مسافة في الصينية كده عشان طبعا لسه هنحط البيضة، عشان لما نحطها في الفرن طبعا الصينية تقضي كده، ما يطلعش منها طبعا ايه الباقي كده، بيبقى زيادة كده وينزل منها، فلازم نسيب مسافة كده. كده زي ما احنا شايفين خلاص كده. طبعا احنا وزعنا البشاميل. دلوقتي بقى زي ما قلت لكم كده هنقلب البيضة في رشة ملح ورشة فلفل اسمر وننزل على البشاميل من فوق كده ونسويها برضو. دلوقتي كده بقى هنحط رشة فلفل اسمر زي ما قلت لكم، رشة بسيطة كده بسم الله. نحط برضو رشة ملح بسم الله زي كده، ونقلب بشوكة بسم الله. بعد كده بقى هننزل بيها على البشاميل طبعا، الفرن يكون سخن. هنحطها في الرف الاوسط من حوالي ساعة لربع الساعة على درجة حرارة 180 كده. خلاص زي ما احنا شايفين نزلنا بالبيضة على البشاميل، ودلوقتي هنحطها في الفرن بقى. طبعا زي ما احنا عارفين هنحطها في الفرن طبعا على 180 درجة حرارة حوالي ساعة او من ساعة لربع الساعة. وكده زي ما احنا شايفين المكرونة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طالعة تحفة 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 بجد. يا ريت تجربوها وبالهنا والشفا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.